حميد عبد العال. اسم الحركي فهد شدادي. أعيش طبعا ضمن منطقة ريف الشدادي، ضمن أسرة 7 بنات وخمس شباب. حياتي المدنية قضيتها طبعا هنا ضمن الشدادي بالريف، طبعا كل حياتنا ريفية. طبعا شغلنا كان كله طبعا بالزراعة. طبعا جدي ولا ابوي كلهم بالزراعه طبعا، وانا بلشت بالزراعه. الدراسه اللي قضيتها كانت دراسه، بلشت بالدراسه من طبعا لحد الصف السادس، بعدين انتقلنا مع العائله طبعا ضمن الظروف السيئه والحاله الاقتصاديه طبعا مترديه على غير على منطقه ابو خشب او غير منطقه مشان اشتغل يعني فلاحه او شيء. قمنا عاد سنه يدرس سنه ما ادرس، تقطع بالدراسه يعني لحد وصلنا التاسع، صف التاسع ما اخذته طبعا ضمن الدراسه. اما بقيت شغلي كله كان بالارض. بعد الدراسه وضع صار سيء عندنا، سافرت على بيروت، وقفنا دراسه سافرت على بيروت، تميت شغلي غادي ببيروت. اشتغلت شيء 2 3 رجعت على سوريا، كان مطلوب على الجيش طبعا النظام. خدمت 2 دخلت سلوب. لما دخلنا على الجيش طبعا سقنا على الجيش على حلب، على هنانو ضمن منطقه هنانو. بعدين أول ما حضرنا صار بينا ضرب، أول ما ننزل استبتنا الشرطة العسكرية وضربوا يذلونا، وضرب أول ما نزل ضرب. بعدين حطونا برا يعني مهجع كبيرة ساحة، وظلينا شي نهارين أكل ما في، كانوا يعطونا خبز وزتونا خبز وشوية حلاوة إنه بس يمشي حاله الواحد. كانت ضمن الدورة، كانت دورتنا تقريبا شي 45 يوم، كانت كلها مسبات وذل، وبدك يعني مريض ولا صاحي بدك تنفذ، ما بي لا. عندنا كان يعني نشوف العلوية بالمنطقة كانوا يعني عسكري مثل جند، كان معاملته غير، ياخذونه على جنب، ما يسوي رياضة، لا يسوي شيء، لا يعني ما طبعا مميز لحاله على جنب. اما احنا كامل كان معنا كراد، معي ربعي يعني كراد وعرب مع بعض، يعني خالصين يعني عادي همج، بس انه اطلع فوق تعال نام اشرب، حتى الاكل بامر يعني تاكل بامرهم تنام بامرهم، ما تحرك، علينا ضغط دائما. ايه بعدين بعد ما خلص الجيش طبعا رجعت سافرت على بيروت نفس العادة، اشتغلت غاد عند معلم مسيحي طبعا، مسيح عند المسيحيين، كمعلم صحية عامل يعني. بعدين تعلمت المصلحة، ظليت اشتغل تعلمت المصلحة عندهم. بعدين صار عندنا مشاكل، بلشت الأحداث هنا بسوريا. بعدين رجعت بعد ما الأحداث رجعت على سوريا، شاركت مظاهرات بالشام واحنا جايين، عشان اللي قريب منك من رأيت مشاركة مظاهرة ضد بدو حرية ذات شاركنا بها. وذاك الساعة مقاومة نظام سجني النظام 10 أيام طبعا ظليت مسجون غاد. بعدين بالواسطة ودفعنا مصاري طلعت، جيت على الحسكة. كنا نشتغل، رجعنا زاد على الفلاحة وهالشي، كان يعني لسه على ثورة بلشة يعني مشاكل. ما طلعت رجعت طلعت على بيروت، زاد مسكني على الحدود، بس كنت معي هويتي مكسورة طبعا، زادت على الحدود مسكني ضرب وشي رجعوني يعني على السجن. سجن زاد تقريبا شي 15 يوم، زاد رجعت طلعنا مشان واسطة مصاري وشي، زاد طلعت يعني كنت مشارك بصور يعني يصورون الواحد لقى مشاكل وشي، لهم يطلع زاد يصورونه، ما قدرنا نطلع او شي من المنطقة. ضلينا ضمن المنطقة هنا طبعا بالعمل الزراعة طبعا. كملنا إذا فترة ب 2015 طبعا شفنا نشوف على التلفزيون بداية قوات سوريا الديمقراطية والتشكيل قوات سوريا الديمقراطية. ما حد عرفني عليها، ما أنا كنت أتفرج على التلفزيون يعني. إيه على التلفزيون لما صارت حملة الهول كنا نتفرج على التلفزيون، دام بيها قناة روناهي تذيع الساعة 7 و8 خبر بالعربي، كانت وشنا متابعين احنا ونشوف كيف شلون تحركت الهول. بعدين فترة فوق رحت على الحسكة
وبعدين رجعنا صار حملة على الشدادي. طبعا بدأت الحملة على الشدادي، كنا قاعدين وانا واخوي، اخوي اصغر مني. طلعنا بعد ما تحرر الشدادي طبعا، رحنا على الرفاق. تعرفنا على الرفاق، بعد الرفاق يعني تعرفنا احنا من حالنا، يعني ما طلعنا حدا يعلمنا ويقول لنا روحوا عليهم، رحنا من حالنا. وكان ابوي مشجع انه قال اطلعوا مع الرفاق، طلعنا. تم التسابي بالشدادي 2016. سويت دورة بصوامع صواحل، كان عددنا الرفاق يتغابر ال 250 رفيق. سوينا دورة هناك، دورة سياسية واخلاقية وكامل، يعني الوضع المنطقة كامل، وكيف نتعامل مع العدو والشرطة، يعني خذينا كلها تدريب كامل. الدورة كانت كلها نعطي انه الوضع العام طبعا، عشان يشرحوا لنا ويشرحوا لنا شلون يعني انتقلنا من عالم كان مضغوط علينا ومحاصرين وما بفكر وما بشيء، الى عالم يعني فكر لك تعيش بحريتك. يعني الحياه مو غلا قتال سلاح وما سلاح، يعني تقدر تحارب بالاعلام، تقدر تحارب بالقلم، تقدر تحارب باي شيء، بس انه تنجز تعبر عن حالك. قدمنا وضع سياسي زاد عشان يشرحونا وضع سياسي، وضع المنطقه. بعدين بعد 25 يوم طبعا تعرفنا على الرفاق، صار عندنا فرز. كان اخوي معي طبعا بالسالفه هاي، صار فرز على جبهة أبو فاس. فرزنا وأنا وأخوي جاء نفس الكتيبة معي، زاد انفرز معي على نفس الكتيبة. عند ما وصلت هنا رفاق، احنا بالرفاق كانوا 6 رفاق أو 7 رفاق، ضمن جروبات النقاط. عشان تاني وين في منطقة رفاق يعني عليها ضغط أو عليها من قبل الدواعش أو شيء، كنت أروح أنام بيها، يعني اقعد مع الرفاق. كنت اطلع اني بالرفاق يطلعون ساعتين عشان اوقف على الرفاق 6 ساعات، يعني من 12 للصبح كرئيس حرس او شوبة على الرفاق، اوقف عليهم، ما اقعد اول شيء، كنت اشاركهم. بعدها صرت عاد شوي بعد 2016 تقريبا، اخر 2016 صارت حملة منبج. طبعا احنا طبعا شاركنا حملة منبج على اخر حملة منبج تم مشاركة عليها. كانت الحملة بالملعب طبعا، اخر حملة، اخر فترتها تحريرها طبعا. إيه بعدين استراحة نهارين الرفاق، استراحة. بعدين طلعنا باتجاه جرابلس، حملة جرابلس. طبعا حملة جرابلس بلشناها، كنا مع الرفيقة، كان رفيقات زاد معنا. إيه شاركنا مع بعض، طلعنا عاد إلا قبل ما نصل مدينة جرابلس طبعا، بعد ما قرى وشيفتنا بعد الساجور. تخيلنا انه قبل ما نفوت المدينة طبعا بسمافتنا لمدينة جرابلس، انه دخل الجيش التركي، الاحتلال التركي. طبعا دخل الاحتلال التركي، ما كان بمقاومة او قتال بالمدينة، كانت فجأة. يعني الان المدنيين لما كنا نحكي معاهم او يجون يخبرون يقولون بس انه تتغير شكل، بس البلدة تغيرت، يعني ما فجأة يعني دخل الجيش التركي واحتل المنطقة جرابلس كلها بدون اي قتال وبدون اي شيء. بعد عاد صرنا اشتبكنا مع الجيش التركي نفس المكان. بعدين اجت اوامر من القياده، طبعا انسحبنا على حد الساجور، قواتنا صارت حد الساجور، يعني مباراه الاتفاقيه. طبعا هناك دخلنا على خط جرابلس الساجور، ظليت هناك شهر كامل. كان المنطقه اللي كنا بها الريف، لما جيت على المنطقه دخلناها بالليل، الصبح جينا على المنطقه ثبتنا نقاط. ثاني نهار صار علينا هجوم من قبل تركيا بالصواريخ على نفس النقاط، كان انقطع اتصالنا مع النقاطنا، يعني قيادتنا قطع اتصالي معها. كانت عندي 3 نقاط هناك،
هناك حكيت مع الرفاق قلت لهم انتشروا، يعني انتشار، يعني 3 نقاط ما راح نتركها، راح نظل واقفين نشتبك، إذا قعدوا وطلع تركيا ولا جيش حر ولا غير بدنا نشتبك معهم. لما ضلينا رفاق اللي بعدنا قالوا احنا قلنا استشهدوا الرفاق، يعني ما عاد تواصل معانا وصار اشتباك وصار ضرب صواريخ وراح استشهدوا. يعني الصبح لما جاء الرفاق من غاد شافونا على نفس النقاط نفس مناطقنا يتفاجئوا. كانت فرحة للشباب انه ما انسحبنا او شيء، ضلينا مناطقنا ومواقعنا وما انسحبنا، يعني ضمن انه كان قصف كان بيه مسير نفس الموضوع. طلعنا شي شهر تقريبا غاد، بعدين سلمنا القوات من بيجي المنطقة ونقاطنا، وتم رجعنا على نفس الجبهة، جبهة أبو فاس هنا. طبعا تشكلت من هنا، مشينا عاد بالربيع مشينا على حملة، كانت حملة رقة زاد بلشة 2017. شاركنا عاد تقدم اتجاه الجزرات، مشينا حملة باتجاه الجزرات. أول ما قرى طبعا هذا القرى كانت الرفاق تثبت نقاط، مثل عندنا عشان عندنا شيء 25 رفيق إلى مش 25 نازلين، طلبناهم جو 50 رفيق صارت عندنا نثبت نقاط. طبعا ما زلت كنت أطلع دائما على القبضة، مثلا يطلب الرفيق قائد الجبهة يقول جهزوا الجروب الثاني اللي بعده، كانوا جروباتنا يظلون آخر شيء، يعني مو تثبت نقاط ظل جروب. كنت أطلع على القبضة أقول له جروب جاهز، يعني يقول تو دخلناك على الجماعة، قلنا إحنا جايين لو نمشي نحرر ما ظل آخر ورا، بدنا نتقدم قدام يعني. أما طلعنا عاد هو سلمنا نثبت نقاط للرفاق، ثبتهم بطلع على جروبي طبعا. قمنا عاد بنزل بالهمر نثبت نقاط الرفاق. قبل ما ندخل الجزرة قبل ما ندخل الجزرة وقفنا، بعدين دخلنا الجزرة لأقطع طريق، هم كانت إلي أقطع طريق كسرة جزرة عن دخول داعش أو خروجها بالمنطقة. كانت فوق تلة جبل، يعني مو كبير حيل. طلعت فوق تلة، جروبي كان تقريبا من 10 رفاق. قلت له أنا أظل مع الجروب هنا أساعده، لأنه بدنا نقطع الطريق هذا، مسؤولية كبيرة علينا، بدي أظل واقف على المكان هذا. كان جو بارد، كان جو فعلا بارد يعني، وكان عندنا بخندق للدواعش بخيمة. تم تقسيم الخيمة على الرفاق، قسمتها طبعا، شكينا الخيمة وطلع الرفاق على الموزيات النقاط، يعني خيمة يتغطوا بها، جو بارد. طلعنا للصبح تقريبا مقاطعين الطريق. أما كانوا يحكوا معنا إنه الرفيق حميد إنه راح يصير انسحاب من الجزرة أو دخول من الكسرة، لازم تقطع الطريق. قلت له تمام أنا جاهزين كل شيء، احنا واقفين على الطريق، إذا صار شيء ما راح نسكت، أكيد راح نشتبك معاهم. ما يطلع الصبح، صار الصبح يعني بلش القوات تدخل مدينة الجزرات. طلبنا زاد نفس الجروب، فتنا على نقطة ثانية، قلنا على النقطة الثانية بالرفاق. دخلنا النقطة الثانية من الشباك أو شيء، طلعنا قلت للرفاق تنطلع كشف فوق النقطة، يعني تنشوف شنو حوالينا. شيء 3 رفاق، طلعت أنا ورفيقين معي 3 بلوكات يعني بي داير، طلعنا عليه تنكشف الوضع. اكتشاف انه بي سيارة جيب، يعني مغطية الدواليب بس، يعني مو تابع قواتنا ولا تابع، يعني الدواليب متصفحة. قبل ما وصل على النقطة الثانية، كانت النقطة الثانية مكشوفة لهم فوق تلة، طلع عليها طبعا، تعاملنا معها، طبعا اشتباك معها. صاب الشوفير السيارة ذي، كان مو البلور عادي، فجر حاله طبعا قبل ما يصل النقاط، تم تفجيره من قبل جروب كان تواقف عليه. هناك عندما مشينا حملة كنا نمشي بالليل، طبعا تثبيت نقاط، حملتنا كانت نطلع بها بالليل نمشي بها نثبت نقاط، لحد ما تلاقينا القوات كرامة تابعة للرقة. طبعا تلاقينا القوات هناك، تلاقينا مع بعض.
ورجعت أريد أشوف نقاطي طبعا. صار علينا انفجار لغم يعني على الطريق احنا نمشي، رجعت نشوف النقاط صار علينا لغم، الدم والأغوان والرفيق، تم إصابتي براسي طبعا. كنا غير الرفيق على الطريق وراجعين. كان رفيقاتي بجا هن اللي جن وسعفنا، طلعنا خسرنا من الضربة على الحسكة. تم هناك بلشت علاجي بالمشفى. الصبح لما فقت طبعا فقت هذا ما من الضربة كانت قوية، ما بالليل ما كانت إصابة طبعا ب 2017 الإصابة اللي عليها. رحت على المشفى، سحبنا الرفيقات على المشفى شيء ساري. يا الصبح لما يجوني أهل زيارة أو شيء كانوا يدخلوا عندي، أشوفهم يدخلوا لعندي بس ما يعرفوني، ما يدوروا يدحجوا بين الجرحى بس ما يعرفوني، ما شفت مشوه يعني مشوه خالص، ما يعرفون يطلعون ولا شمته يشوفوا أنا أشر له أقول له ما أقدر أحكي يعني، بس يقول له هذا أنا يعني مو ما كانوا يشوفوني يقولون أنت منت يعني خالص يعني. كنت يعني الضربة كانت قوية. بعد العلاج خلصت علاجي بالمشفى طبعا، بي شظايا هسه، بي شظايا بركبتي وشظايا براسي وشظايا هنا زاد فوق عيني، كان بي شظية زاد. كان عادوا بعد 6 أشهر طبعا بعد العلاج التحقت بالجبهة. كانت الجبهة طبعا لسه جبهة الجزرة، كان دواعش. بعدين النظام يجي أخذ المنطقة، كنت موجود هناك. بعد ما كانت يجونا نازحين طبعا من المنطقة هذيش علينا، كانت النقطة هذيش مركز مدخل طريق يعني تيجي عالم عليها، كنا نساعد العالم بالليل، تيجي العالم نعطيها أكل الشرب لما تصبح الجو، تيجي بالليل بس نحطها على جنب أكل وشرب من عندنا بالنقطة الموجودة يعني. لما يطلع الضوء كنا نبعثهم عاد، تجي سيارة ثانية تاخذهم على المخيم أو شيء أو ياخذون على منطقة ثانية. تفاجأنا إنه ثانية إجت عائلة مرة وزلمة ومعاهم بنت عمرها شي 14 سنة. إجت لعندنا بالليل طبعا، حطيناهم بيت، اعطيناهم أكل وشرب تصبح بعدين يطلعون. نكتشف إنه ببنت يعني يقولوا هاي بنتنا بس مو بنتهم يعني، لا تحكي وحكيها ثقيل يعني بالعربي ثقيل. سحبنا لأبو قالت يقول أبو على جنب، قلنا له من هاي؟ يقول بنتي هاي. قلنا لا مو بنتك، حشينا معها الآن تحكي ثقيل بس أنا طلعت يزيدية. تم توقيفهم اثنيناتهم، طبعا البنت عمرها 14 سنة طبعا. مع نحكي معاه كان طالبين فدية عليها، كان يتواصلون مع أهلها بس طالبين فدية عليها. تم معاملة معهم طبعا وتسلمهم للجهات المعنية، وجت الرفيقات أخذنا الرفيقات توصيلها على أهلها، زاد نفس الوقت كان. بعدها بنهارين صار عليه هجوم من قبل الدواعش، كنا 6 رفاق أو 7 رفاق كانوا بالنقطة، وجيت نمت معاهم يعني أنام. كان عندنا 3 نقاط أو 4، أنام كل نهار بنقطة أو مع الرفاق يعني. نمت مع النقطة هاي، صار علينا هجوم الساعة 5 الصبح. طبعا الهجوم ما كان من الأمام من قبل الدواعش، كان منظر من وراء، من التسلل من وراء. كان حرس واحد من الرفاق حرس، تم ضربه بنظهره، استشهد فورا. وتم اشتباك معهم طبعا. بلش اشتباك يعني قاعدين من النوم، بلش اشتباك معهم. طلعنا نزلنا على الدرج يصير انتشار بين الرفاق يعني، ما يظل على السطح، نبي سطح ثاني نقدر نطلع عليه يعني، شتتهم من قبل الاشتباك. طلعت حتنزل تطلع على السطح الثاني، كان في دواعش من الجهة الثانية، صار معهم اشتباك، تصاب أخي نفس المنطقة برجله والثاني بيده. تم سحبهم، اشتبكت معهم، رد انسحبوا من المنطقة كانت مكشوفة إلى الوراء. رجعت سحبت أخوي وكان معي طبعا نفس الجروب، وسحبته هو والرفيق الثاني جوا على البناية. طلعت على الجهة الثانية، جهة البناية الثانية شنو غير شفنا 2 يعني، ممكن غير 2 اشتبك معهم، ممكن غير 2. طال في كمين ثاني بالجهة الثانية، كان بيني وبينه يعني شي 10 أمتار، ما كنت منتبه له أنا، مشان مخفي. تم إطلاق علي نار، أصابتي صارت طلبت ببطني، طلعت من صفحتي طبعا، ما وقعت على الأرض. طلع يحكي علي، طبعا مشوفه يعني، ما مشوفه بس ما كنت واعي يعني.
قام يحكي علي، نزل باروتو عشان شايل البارود يعني ما كان نزلها شوي، طلقت عليه نار، ورد اختفى ورا اللي اسمه، ما كنت مصاب، ما دق على الوضع، رد انسحبت انا، رجعت طلعت على السطح. كان اخوي مصاب، قلت له تصاوب تاني بس ما اعرف اصابتي، ما دحج عليها، شوف لي اياها، رفعت له شاف لي اياها. كان عندي مفتوحة، ظهري مفتوح خالص، بس قال ما في شيء، مشان معنوياتي قال ما في شيء، عادي، إصابة عادية. طلعت على السطح، صعب، بس طلعت على السطح، قلت له رفيق قطع يطلع على السطح، وهذاك الساعة طلعت على البكسي، تم الاشتباك بالبكسي، بعدين صار عطل البكسي، تعلق يعني، رد سحبته، اسحب البارودة، كانت عندي بارودة، وصارت ضربة طلقة براسي. وقلت له رفاق احنا بدنا نستشهد مع بعض، نقاتل يعني الله نستشهد، يا ما يفوتون على النقطة، إذا فاتوا على النقطة بدهم يقتلون، يعني الحالتين بدهم بس ما يفوتون على النقطة يكون أحسن، يعني احنا نموت بكرامتنا وعزتنا أحسن ما نموت يجي غضبونا وياخذونا على هدهم. كان عندهم يضغطون علينا من وراء، كان بيقروا بيستنانا ياخذونا يسرى أو شيء، احنا ما طلعنا النقطة. بعد الإصابة الثانية ما يعني الإصابة الثانية ما عاد أشوف، يعني كنت أمسح الدم من وجهي وعيوني، ما أشوف، يعني سكر السلاح كله دم. نزلت على الجو يعني أخوي جوا مصاب ما يقدر يمشي، والثاني زاد مصاب بيده، يعني ما يقدر يتحرك مثل ما كنت أتحرك يعني. نزلت جوا، كنت أشتبك معهم على الجهتين مع الدواش وأنا مصاب، على الجهة الثانية طلقتين مثلا بالدراكة، طبعا ما أضرب رش، إذا ضرب رش يحسنا أنه دواش أنه خايفين أو شيء يقدر يفوت، مشان ما يفوت على الرفاق. ما هلكت وجمت قضبت الدرج، يعني الدرجة يطلع فوق على الرفاق أو على البيت. ضلينا مشتبكين للساعة 9 الصبح، ما اشتبك مع الدواش، ما خلانا يفوتون. هم بعد ما الساعة 10 طبعا 9:30 أو 10 انسحبوا الدواعش، ماشي ننتظر ساعة، ما يقدروا يفوتون على النقطة ولا يقدروا ياخذوا رفيق أو شيء. صار عندنا شهيدين واثنين جرحى، أرد 3 معاي، يعني صرنا 3 شوية جرح، يعني ما عندنا غير رفيق صاحي يعني ظل مو مصاب، الجروب كله تصاب. اجت الرفاق عادوا واخذونا على المشفى، بعدين حولنا فورا للحسكة، رحت على الحسكة هونيك، خضعت لعلاج من الساعة مثلا من وصلنا الحسكة، ما أعرف أي ساعة وصلنا المشفى. دخلت على العمليات فورا، يعني مثلا دخلت الساعة 12 وما أعرف أي ساعة بلغت. ثاني يوم الساعة 2 صحيت، كنت بالعناية مشددة. كملت علاجي نفس المشفى طبعا. ضليت 6 أشهر طبعا ما أتحرك، ما أكل شيء غير شوربة عدس أو شيء، من إصابتي كانت كلها داخلية، عند الأمعاء فتتة، قولون مضروب مصارين، وعندي الكلية زاد مؤثرين، يعني كان طلق متفجر. بعد ما عالجت 6 أشهر تقريبا صار عندي شفاء، طلبت من القيادة، كان الشهيد عمار تشكيلة في نفس الطابور طبعا، غيرنا اسمه سوينا الشهيد عمار. التحقت بالجبهة، قالوا بدك تظل بالمشفى أو شيء، قلت له لا، أنا ما أخذ عهد إنه إذا ما خلص حرب أو شيء ما أقعد، أنا بس على أساس بس إنه خلص الحرب، خلص داعش من المنطقة، أنا أقعد بالبيت أو أطلع أسافر أو أشتغل عشان شغل أطلع. رجعت كملنا بالجزرات، كسرة طبعا، حملت كسرة، كنت مصاب طبعا، كانت مصاب إصابة هاي كانت لسعة، يعني مو مسكرة أو شيء، كنت لافة بحزام وحاط شاش، كان عندي إصابة هنا برقبتي، وإصابة زاد براسي لسه 10 ما طلعناهن. كملنا حملة الكسرة، حملة كسرة قبل الحسينية طبعا، حمدات مدري محمد اللي هي ثبتنا نقاط هناك.
بعدين غبنا الرفاق عرفوا اني مصاب، رفيق قائد الجبهه طبعا عرف اني مصاب ولا شيء، قال ما عاد ياخذني على الحملات، قال ظل انت ظل هون يعني دير الشغل هون، احنا نكمل غاد. اجت حملة الباغوز، صارت حملة الباغوز. الرفاق ما خلوني اروح، بس انا الرفاق طلعوا السيارات، انا كنت لابس لباس وفتت بيناتهم بدون ما يعرفون، طلعت بيناتهم قلت له بدي اكمل اني. طلعنا حملة الباغوز، شاركت حملة الباغوز بالمخيم. صار عينا طبعا رفيق لما شافني قاعد تفاجئ، يعني قال انا شغلت قاعد تجيبها، قلت له من جيت ما ارجع، يعني بدي اكمل يعني. هاي يعني الباغوز هاي نهاية، بدي يعلنونه هين يعني التحرير كامل، بدي يعلنوه هين، بدي اكمل يعني كل التعب وكل الشغل شغيته مشان المفترة هاي. كملت معهم. طبعا دخلنا بالليل على خط الجبهة تبديل الرفاق، وبلشنا ثاني يوم. بلشنا ثاني يوم بتوفيت جروبات. طبعا كانت جبهة ما اقدر نمشي لانه كلها خيم تحت الارض وخيم، ما في مشي، ما اقدر نفوت بسيارة او شيء، كانت كلها جروبات مشي تثبيت نقاط. اما ثاني نهار بعد ما فتنا بالليل، فتنا الرفاق على خط الجبهة، قدمنا قدام. صار عندنا اشتباك الصبح، صار اشتباك من قبل الدواعش، نهاية الدواعش تحاصروا هذا المكان، صار عندنا اشتباك في، طلعنا طبعا شيء 4 ساعات مشتبكين معاهم. هذاك الساعة انسحبت الدواعش من المنطقة، آخر اشتباك معاهم، انسحبوا عاد اتجاه الجبل، في جبل كان هناك، تستحبوا غاد بعالم سلمت حالنا وسلموا حالهم وأخذناهم على الجهات المختصة هي تشتغل. آخر الحملة طبعا كانوا محاصرين بجبل، الدواعش كانوا فايتين بجبل، تحت الجبل كان لهم نفق هناك. شاركنا بالحملة غاد إلا طلعنا شيء أسبوعين لا قدرنا يعني يقدرون يسلمون حالهم وامشي، تسلموا حالهم طلعوا من الجبل. هذاك صارت إعلان أنه تحررت المنطقة كلها من داعش، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هذاك الساعة أن طلعنا من الساعة، كان وضع سيء، كان ساعة وضعي تعب حيل. أنا تم رجعني على الكسرة، رجعت من المنطقة على الكسرة. هناك اجت الرفاق وصار اجتماع على اساس بعثوني دورة فوج غمتان، طبعا مشان تعب او شيء. تمام ما رضيتهم، كملت طلعنا على الدورة، كانت بحقل العمر، كملت الدورة هناك. اما دورة هناك كانت في ظلين شهر ونص. بعدين عرضوني الدكتور نفس الدوسة، تخرجنا عرضوني على الدكتور هناك. الدكتور فورا حالني على المشفى، كان عندي الكولون طالع برات القفص، برات جسمي طالع برا يعني، صار وكانت عندي هنا الشظية تحركت، صار عندي ورم يعني. تحولت على المشفى، من هناك طلعت العملية. طبعا ظلت شي شهر تحت المراقبة بالمشفى. تحولت أوراقي على الكسرة، بالكسرة حولوها على درجة ركزية اللي جاي، حولوها من المشفى اللي جاي، تحولت اللي جاي على إصابتي أنه أنا لا أقدر أشيل شيء ثقيل ولا أقدر شيء ولا سعيدي. عندي إيدي هاي زاد من إصابة، عندي رخابة يعني، سعيد أشيل شيء ما أحس إنه شايله. طبعا بعد ما انفرزت على البيت الكازي الجرحى، جيت لهون. ما كنت أعرف شو بيت كازي الجرحى، إنه ما أنت عرفت. لما دخلت على الكازي وشفت الرفاق، أنا كيف شلون فاقد رجله وفاقد عينه، صار عندي تشجع أكثر إنه لازم أقدم يكون أكثر يعني. ما اجتمعت مع رفاقي هنا وقالوا لي، قلت أنا جاهز لكل شيء يعني، جاهز للعمل لأي مكان داخل المركز وخارج المركز يعني. لازم نضحي أكثر يعني، ضحينا ولازم إحنا نقدم المسيرة، مسيرتنا إحنا نقدم. إحنا
الشهداء غلاهم القائد أن الشهداء الأحياء لازم احنا نكمل مسيرتنا يعني. طبعا هي انفرزت طبعا الإدارة ضمن الإدارة إدارة المالية بتساعد الرفاقة بتسليم الرواتب أو طبيا نبغى أساعدهم أو أساعد بكل شيء يعني، وأنا شيء الشغل يتين لي من قبل الرفاق أساعدهم أو أشارك هنا. طبعا احنا قاعد نقوم مسيرات، قاعد نقوم بزيارة الرفاق بإعطاء دروس للرفاق على طبعا جروبات ومناطق نشارك بها عشان ناخذها دائما هنا، ناخذ دروس وناخذ شيء احنا ونشارك مع الرفاق طبعا بإعطاء دروس حسب الجروبات الموجودة نشارك بالرفاق، ونسوي زيارات الرفاق وزيارة الشهداء عشان زادنا نطلع زيارات عليهم. بالنسبة لنا احنا ما عندنا يعني ان نوصل ايش قد ما نقدر نوصل احنا راح نوصل يعني، ما نقدر ان عندنا شيء حاجز صمت يعني او حاجز شيء يوقفنا عن حياتنا يعني. احنا وين ما كان العمل نشتغل بعملنا يعني، كانوا عسكري او ضمن منطقة إدارة مدنية ولا عسكرية احنا مشاركين بكل شيء يعني، وعندنا طموحنا أكثر من أبعد ما حدود يعني. أما مشان إصابتنا أو شيء، أنا إصابة تقريبا اليوم ما أحكي كوسام، أنا إصابتي وسام، أنا وسام يعني، أنا إصابتي ما صاوت قاعد بالبيت أو شيء، كنت أدافع يعني، متصوريش إن أدافع ضمن مع مكون جميع المكونات طبعا عشان نقاتل مع بعض. شكلنا كحديقة ورود يعني، حديقة ورود مشكلة من جميع الورود يعني، مو لون واحد يعني لون واحد، لا احنا حديقة ورود. وصابتي وسام يعني، انا احط وسام على صدري او تاج على راسي، ما او صابت الرفاقة او شيء، ما عندي اي شيء او ما عندي انها اصابة يعني غليلة او تغلل من معنوياتي او شيء، ما تغلل. رسائل القائد هو اللي أعطانا الفكر، هو اللي شجعنا وصلنا لهالمرحلة يعني، من فكر مثلا متحجر من قبل البعث أو شيء، أعطانا لفكر حر، لفكر دائما منفتح على كل العالم يعني، اندماج مع كل المكونات ما في فرق. ودائما كان بالكتب اللي نقراها أو شيء كان يعطينا إنه حياة الحرة، حياة حقوق المرأة طبعا الجامعة عامة، أطلع منها حياة جديدة يعني، الحياة مستقبل مزدهرة بالأمل، وحياة كلها صمود وتحدي، وإحنا إن شاء الله رفاق الجرحى جاهزين لها على كل المصاعد وعلى كل السبل.